أهلا، حط لايك واكتب في الكومنتات أستقبل الطاقة. يلا بينا كده نشوف مقارنة ما بين مشاعر حبيبك اتجاهك ومشاعره اتجاه الطرف الثالث. مشاعر حبيبك اتجاهك ايه؟ والله هو مشاعره اتجاهك، هو يعني الطاقة كلها بتتكلم عن انجذاب جسدي فظيع، وان الشخص ده مزعلك ويعني عنده نقص في التعبير عن مشاعره اتجاهك، وانه اوف يعني او مش مستقر معاك في العلاقة، بيروح ويجي وده مضايقك جدا. هو شايفك ان انت حد كرامتك رقم واحد، خاصة لو ست بتسمعني. عند كرامتك يعني مليون خط احمر، وشايف يعني مشاعره اتجاهك فيها انجذاب جسدي وادمان على الجنس معاكي وادمان على العلاقة الجسدية معاكي، وبيحبك جدا ومنجذب جدا ليكي جسديا. والشخص ده يعني مشاعره اتجاهك، هو بيحس اتجاهك برغبة قوية، ولكن هو مش مسؤول. دايما عنده فضول اتجاه العلاقة معاكي، وحاسس بطاقة انجذاب قوية، ولو حصل ما بينكم لقاء فهو مش قادر ينساه. ويعني دايما بيحس نفسه مشدود ليكي او منجذب ليكي، مش عارف ايه السبب، ولكن العلاقة ما فيهاش استقرار وما فيهاش تحمل مسؤولية العلاقة نفسها. هل الشخص ده بيحبك ولا بس انجذاب جسدي؟ هل في مشاعر حب؟ والشخص ده لو معاه فلوس هيرسم العلاقة معاك وهيتجوزك بشكل رسمي. هو أصلا بيفكر إنه يتجوزك، ولكن مش عارف يعمل ده بسبب نقص في الفلوس أو الوضع المادي عنده. طيب خليني كده أشوف مقارنة، يعني مشاعر الطرف التالت إيه؟ مشاعر حبيبك اتجاه الطرف التالت إيه؟ مشاعر حبيبك اتجاه الطرف التالت إيه؟ والله هو واضح ان حبيبك بيحب التجديد قوي في موضوع العلاقات الجسدية والجنس وكده، فهو شايف ان الطرف التالت ممل جدا في العلاقة الجسدية وروتيني قوي، وهو بيحب الاستكشاف، بيحب الحاجات الجديدة، بيحب المشاركة. يعني ما بيحبش العلاقة يحس ان هو بس اللي يعني بيأدي دوره خلاص. عايز الطرف التالت يكون دمه خفيف بيشارك معاه، فهو حاسس ان حبيبك مش كده خالص، وهو لقى ده معاك، فبيحس ان انت مختلف تماما ودمك خفيف. الاوقات اللي بيقضيها معاك جميلة. مشاعره تجاه الطرف التالت، هو حاسس ان الطرف التالت روتيني قوي وتقليدية جدا، وتحط حدود في العلاقة وفي التعامل، ودايما بيبقى يعني خاصة لو السيدة بتبقى ريحتها طبيخ أو أكل، أو دايما يعني عاطية أولوية لشغل البيت ومصالح البيت، وبتبقى هلكانة في مسؤوليات البيت، وإنها في العلاقة الجسدية مش متجددة خالص، وبيحس بالملل والروتين منها. ممكن مبتهتمش بشكلها أو تحس إن سنها كبير. مشاعره اتجاهها، والله هو واضح إنه أنت سحره أو مؤثر عليه لدرجة إن هو مش مركز يعني أنا بحاول أطلع منه مشاعر اتجاه الطرف التاني، مش مركز معاها خالص. في حين إن هو دايما يعني أنت معصبه ومنرفزه ومخليه مركز معاك قوي، وطاقته كلها اتجاهك، وحاسس بشدة قوية اتجاهك، وده مخليه مش مركز خالص مع الطرف التالت. حتى لما يبقى فيه زعل ما بينه وما بينك، بيبقى الشخص ده تفكيره فيك، لأن انت بتبقى ساحب كل تركيزه وكل طاقته. هو الطرف التالت هو متضايق منها لأنه شايفها مش مهتمة بيه، ولو في أطفال ما بينهم فهو شايف إن طاقتها وتركيزها كله على الأطفال وشغل البيت والمسؤولية، وإنها مش متجددة خالص ومبتعملش أي يعني روتين. هو بيحس إن هي بتهتم بيه زي الممرضة فقط، يعني ما فيش اهتمام بالمشاعر أو الحب، وهو ناقصه حاجات كتير في العلاقة معاها، وعشان كده هو شايف ان انت بتكمل له كل الحاجات اللي هو كان بيدور عليها او كانت ناقصة مع الطرف الثالث. وبحس ان انت عنده غموض اتجاهك، بيشده ليك، بيحس ان انت يعني احيانا بيشك انك عامل له سحر من كتر ما هو حاسس بطاقة شد او انجذاب قوية اتجاهك. مشاعره يعني اتجاه الطرف الثالث شايفاها يعني بيشوف ان هي بتدير مسؤولية البيت، هو مش بيهتم بيها غير لما يكون عايز منها علاقة جسدية فقط، خاصة لو في زواج ما بينهم.
وشايفاه يعني مش بيشوف إن الطرف التالت حاجة وحشة أو كده أو بيطلّع فيها عيوب، لكن هو موضوع الجسد هو شايف إن هو عايز يعني حد يكون قوي جسديًا معاه زيّك، لكن الطرف التالت مش شايفة إن هو يعني عنده اهتمام، هو بيشوفها كزوجة فقط أو إن هي مأدية دورها، ومش شايفاه برضه مش فاقد للشغف في العلاقة معاها يعني كويسة، بس هو عايز أكتر يعني، والأكتر ده بيلاقيه معاك انت، أو الطاقة العالية دي بيلاقيها معاك انت، انما اتجاه الطرف التالت لأ، لكن مش شايفاه عايز أو بيكره الطرف التالت أو عايز ينفصل عنها، يعني بيحس إنه زوج وزوجة يعني ملك العملات وملكة العملات، وفي رغبة جسدية تجاهها، لكن برضه مش قوية زيك.